الحيداوي يحسم جدل الجزائري فرحاني. أطل محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لتقييم نتيجة تعادل فريقه أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وطمأن الحيداوي الأنصار بأن بطاقة العبور للنهائي لا تزال في المتناول قبل مواجهة الحسم المرتقبة بمدينة أسفي. ووجه رئيس النادي دعوة مباشرة للجماهير المسفيوية لملء المدرجات ودعم اللاعبين بكل قوة، مبرزا أن بلوغ النهائي القاري يتطلب تضافر جهود الجميع من مكتب المسير وطاقم ولاعبين وجمهور. وفي سياق آخر أنهى الحيداوي الجدل الذي رافق اللاعب الجزائري هواري فرحاني بسبب تأخر ارتدائه لقميص المباراة في البداية، وأوضح أن السبب يعود لخلل تقني داخلي تمت معالجته في الشوط الثاني، مؤكدا أن اللاعب ملتزم تماما مع الفريق ويقدر المغرب كبلده الثاني ولا صحة لوجود أي نية مسبقة لعدم حمل القميص.